السلام عليكم. بزاف ديال الناس غادي يكونوا لاحظوا او شافوا الفيديو اللي خرج به جاستن ترودو في الايام الاخيره، واللي قرر انه يعلن فيه عن الاستقاله ديالو، سواء كرئيس الحزب الليبرالي كرئيس الحكومه الكنديه. السؤال اللي كيتطرح هنا هما شنو هما الاسباب الرئيسيه ديال هذه الاستقاله. بعد ما قلبت مزيان لقيت واحد التشابه كبير ما بين القصه ديالو والقصه ديال باه اللي كان هو رئيس ديال الحكومه، والاسم ديالو بيير ترودو. والعجيب في الامر هو ان الحزب اللي مرجح انه ينجح حاليا بعد الاستقاله ديال ترودو في الانتخابات الماجيه ديال شهر 10 هو حزب المحافظين. ولكن الحاجه العجيبه بزاف هو انه نفس الحزب اللي كان نجح من ورا باه شحال هادي، واللي دار بزاف ديال التغييرات سواء على المجال الاقتصادي او على المجال الهجره. هذا الشيء اللي خلى بزاف ديال الناس واش الا نجحوا الحزب المحافظ غادي توقف الهجره لكندا. هذا الشيء بالضبط اللي غادي نجاوبوا عليه في هذا الفيديو. اذا كنتي اول مره كتشوفني سميتي زارو ايوب وكندير محتوى على الهجره لكندا، ولا ما كنتيش متابعني في انستغرام هذا هو الانستغرام ديالي. وكيف ما كنقولوا التاريخ يعيد نفسه، وهذا الشيء بالضبط اللي غادي نشوفوه في هذا الفيديو. يلا سيدي على بركه الله. السلام عليكم. هذا سعيد وهذه سعيده. سعيده بغات تمشي لكندا ولكن عندها بزاف ديال الاسئله في راسها. كيفاش غادي تلقى مدرسه، وشحال غادي تخلص، وكيفاش تواصل مع المدارس والجامعات ولكن سعيد عنده ليها الحل. اليوم مع zagosolution.com غير بكليك حلمك غادي يولي حقيقه بين يديك. نقدروا نقادوا لكم السي ونقلبوا لكم على احسن المدارس وبافضل تكلفه، ونتبعوا معكم جميع مراحل التسجيل. وملي تكون جاي بكل فرح وسرور نستقبلوك في كندا ونقلبوا معاك على السكن ونرافقوك بجميع الخدمات اللي غادي تحتاج لها في ايامك الاولى. وما تخافش من مشكل اللغه، zagosolution.com غادي توفر لكم دي كور اكسيليري اي اون لين في الفرنسيه وفي الانجليزيه، وراه ممكن نوجدوا معاك حتى الTCF والايلت. ما عليك غير تدخل www.zagosolution.com واختار السيرفيس اللي بغيتي وخلي لنا سميتك والرقم ديالك، والبقيه علينا حنا. نبدا بالسؤال الاول اللي هو علاش جاستن ترودو حط الاستقاله ديالو. اول حاجه اللي بغيت نوضحها هو راه ما حطش الاستقاله، هو فقط اعلن على انه غادي يستقل، لكن الشرط الاول ديالو هو انه خاص الحزب الليبرالي اللي هو الشاف ديالو يلقى شكون الشاف جديد اللي غادي ياخذ بلاصتو. وكما قالوا بعض النشطاء السياسيين هذه كانت حيله زوينه منه باش انه يعطل الانتخابات اللي كان الحزب المحافظ كيضغط عليه باش انها تدار في اسرع وقت. ولكن مع هذه الخطوه اللي دار فضروري الانتخابات ما غيداروا حتى شهر 10 2025. من بين الحوايج اللي خلاوه انه يديميسيوني هما الازمات الاقتصاديه اللي مر بهم جاستن ترودو في طيل هاد السنوات اللي كان حاكم فيها كندا، لانه من 2022 تقريبا وكندا كتعاني من واحد الازمات اقتصاديه ومن تضخم غير مسبوق نهائيا، الشيء اللي ادى الى ارتفاع اسعار السكن وارتفاع المواد الغذائيه. والعديد من الكنديين فقدوا الثقه ديالهم فيه في القدره ديالو على انه يجري الازمات الاقتصاديه، وكذلك الفضائح السياسيه اللي وقعت ليه. في 2019 تعرض جاستن ترودو لواحد الضربه كبيره بسبب الفضيحه ديال SNC لافالين، واللي اتهمت فيها الحكومه الكنديه بالتدخلات حمايه ديال واحد الشركه كبيره اللي كاينه في كندا الملاحقه القضائيه. وهذا الشيء اللي خلى بزاف ديال الكنديين يطرحوا تساؤلات حول النزاهه ديالو السياسيه. ومن بين الحوايج كذلك اللي خلاوه انه ياخذ هذا القرار هما الخسائر الانتخابيه ديالو. الانتخابات اللي داروا مؤخرا في 2024 اللي كيكونوا على المقاطعات خسر فيها الحزب الليبرالي خساره كبيره بزاف، بينت ليه انه النجاح ديالو في الانتخابات الفيدراليه غادي يكون شبه مستحيل، خساره قريبه بزاف. ودابا بين ما ذكرنا الاسباب اللي خلاو جاستن ترودو انه يستقل، اجي نقول لكم بالضبط اشنو وقع لباه كان حاكم ليه هو بيير ترودو، وغادي تشوفوا شحال ديال التشابه كاين ما بيناتهم. باه كان استقل تقريبا في 1984، وكذلك حتى في العهد ديالو كان المجتمع الكندي كيعاني من واحد الانهيار اقتصادي كبير بزاف. في 1980 باه كان طلق واحد البرنامج اللي سميتو NEP اللي هو برنامج ديال الطاقه، الشيء اللي خلى المقاطعات اللي كانوا كيعتمدوا على النفط بحال البرتا تسخط عليه واحد السخط كبير بزاف. بسبب هذا البرنامج بالضبط خلاه انه يفقد الثقه ديالو كواحد يجري المسائل الاقتصاديه، وكذلك خلى الشعبيه السياسيه ديالو تنهار بزاف، راجع بواحد الشكل اللي هو رهيب. غير الفرق بيناتهم وان بيير ترودو اللي هو الوالد ديال جاستن ترودو كان مركز بزاف على القضيه الانفصاليه ديال مقاطعه كيبيك على باقي كندا. المقابل كان جاستن ترودو مركز بزاف على المواضيع ديال البيئه والهجره.
هنا غادي تخليكم تشوفوا مدى التشابه ديال القصص بجوج، انهم بجوجهم ما قدروش يديروا لي جيستيون ديال الازمات الاقتصاديه، وبجوجهم فقدوا الشعبيه ديالهم بواحد الصوره مباشره كبيره بزاف. دابا اجي ندخلوا للمسكي. الحزب اللي وقع انه يفوز حاليا مورا جوستن ترودو هو حزب المحافظين، وهو بالضبط الحزب اللي كان نجح مورا السقوط ديال الوالد ديالو. اش كان نجح الحزب المحافظ مورا الاب ديالو؟ دار بزاف ديال التغييرات وخصوصا على مجال الهجره. ان الميول ديال هذا الحزب هذا كيميل بزاف لتقليل اعداد المهاجرين اللي كيجيو من على برات كندا. ما بغيناش نقولوا فما كيبغيوش نهائيا انهم يديروا برامج ديال الانسانيه او لا اللجوء الانساني. الا تكرر نفس السيناريو اللي داز تقريبا في الثمانينات، راه غادي نشوفوا واحد التقشف اقتصادي كبير بزاف بسبب التقليص الكبير اللي ممكن يقوموا به المحافظين في الانفاق الحكومي، انهم غادي ينقصوا بزاف ديال البرامج الاجتماعيه والتدريب ديال الناس الجداد اللي غادي يدخلوا في كندا، اللي الحكومه الحاليه كتخسر فيه بزاف ديال الفلوس. ومن بين الاجراءات الامنيه اللي ممكن يديرها الحزب المحافظ هو انه غادي يشدد الهجره، وغادي يشدد برامج ديال الهجره اللي كتجي لكندا، بمعنى ان الشروط اللي كاينين حاليا راه غادي يصعبوا بزاف، والحصول على الاقامه الدائمه يقدر يولي شبه مستحيل. داكشي علاش الا كنتي من الناس اللي قاطنين حاليا في كندا ومازال ما داروش الاقامه ديالهم، حاول تستغل هذه الفرصه اللي كاينه من دابا حتى شهر 10 وتلقى البرنامج اللي تدفع فيه وتحاول تافونسي في البروسيدور ديالك باش ما تحصلش حصله ديال. الا كنتي من الناس اللي باقي في المغرب وكيفكروا انهم يجيو لكندا، راه هذه البيريود اللي باقيه دابا راه هي احسن فرصه ممكن تكون. الا كنتي مازال ما واجدتش الهجره، فننصحك من دابا انك تمشي تطلع المستوى اللغوي ديالك وتطلع المستوى التعليمي ديالك. هادشي بالضبط هما اللي غادي يركزوا عليه المحافظين. وديك الفئه ديال انا ما كنعرفش اللغه وما عندي حتى شي حرفه، راه ما باقيش غادي تشوفوا شي حل منهم، ما غاديش تلقاو مازال شي طريق مع الحزب المحافظ. حتى لهنا غادي نقول لك تهلا ليا في راسك، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله الاسبوع المقبل اللي غادي يكون كيهضر على كيفاش نوجد الدوسي ديالي للهجره لكندا. ما تنساش تخلي معاك ابوني وتفعل الجرس باش يبقى يوصلك الجديد اللي غادي نحط. تهلا ليا في راسك.